طيب يا شباب، النهارده فلوج جديد واول يوم في رمضان، وهنعرف بقى النهارده التمرين احسن بعد الافطار ولا قبل الافطار. طب دلوقتي هنجاوب على الاسئله اللي الناس بتسالنا عن الانستجرام، فاعمل فولو بقى على الانستجرام او التيك توك عشان فايتك كتير. اول سؤال معانا، الواحد بيسالني احسن ميعاد في التمرين في رمضان امتى؟ انا من وجهه نظري وخبرتي في التمرين، يعني احسن ميعاد في رمضان هو انك تفطر فطار سريع وبعدين تيجي تتمرن. الفطار ده هتقسمه لكربوهيدرات سريعه وكربوهيدرات متوسطه الامتصاص، بمعنى تاخد لك 5 بلحات موزايه، طبق رز 100 150 جرام، 100 150 جرام ده بعد الطبخ، بحيث ان انت ما تملاش بطنك فتبقى مش قادر تتمرن، وفي نفس الوقت يبقى معاك طاقه ان انت تتمرن. نص ساعه وتشرب كوبايه قهوه وتيجي التمرين. تحاول تخلص تمرينك قبل صلاه التراويح، ده الميعاد اللي هتعرف تتمرن فيه، مش هيكون الجيم زحمه. في نفس الوقت تكون فطرت كسرت صيامك فعندك طاقه ان انت تعرف تتمرن. تاني ميعاد بس انا ما بحبوش قوي اللي هو بعد صلاه التراويح، لان الجيم بيبقى زحمه، دي مشكلته الوحيده ان انت الجيم بيبقى زحمه جدا، فهتبقى التمرينه يعني ايه، بيبقى كله بيزق في بعض عشان تعرف تتمرن. اوحش ميعاد بقى هو قبل الفطار على طول، ده لو انت بقى خلاص يعني يومك ضيق وما عندكش فعلا ولا دقيقه فاضيه بعد الفطار، فانت مضطر للوقت ده. ولو مفيش مجال غير ان انت تتمرن قبل الفطار، فما انصحش غير ان انت تتمرن قبل الفطار بساعه، يا دوبك انت تخلص التمرين من هنا الاذان يدن من هنا. بسم الله. في سؤال بقى كان بيقول لي تاكل ايه على الفطار في رمضان؟ طب انا هجاوب الاجابه دي بناء على لو واحد بيضخم. زي ما قلت لك قبل كده، هتجمع بين الكربوهيدرات السريعه والكربوهيدرات المتوسطه. عندك ابسط حاجه وموجوده في رمضان في كل البيوت البلح. البلح ده سيمبل كارب، تاخد لك 5 بلحات مع موزايه، وممكن تزود عليهم كمان توست وعليه مربى دايت او مربى عاديه. طبعا ده في حاله الناس اللي بتضخم وبتقول لك انا مش بعرف اكمل سعراتي في رمضان، مع ان صدقني الموضوع بيبقى ابسط من كده بكتير. يعني انت في اكلات انت بس اعرف هتاكل ايه، ما تاكلش اكلات دهونها عاليه قوي زياده عن اللزوم، هتملى بطنك وتخليك مش عارف تتمرن ولا عارف تاكل بقيه اليوم. عندك مده زمنيه للاكل 8 ساعات، حاول تدخل فيهم اكتر حاجات تديك سعرات، في نفس الوقت ما تبقاش تلكمك وتخليك ما تعرفش تاكل بعد كده. ممكن تخش عندي على الانستجرام او تيك توك وتشوف وصفه البيتزا اللي كنت منزلها، 800 كالوري وحرفيا مش هتحس ان انت اكلت حاجه، وكمان فيها 82 جرام بروتين، يعني حرفيا انت هتاكل قرب ال 1000 كالوري وبكده مش هتحس ان انت اكلت حاجه ولا هتحس ان بطنك اتملت، وهتكمل احتياجك للبروتين من غير ما تحس ان انت بذلت اي مجهود في الاكل.
دلوقتي كل الناس في رمضان بتتكلم على التخسيس، لان طبعا طبيعي ان انت صايم معظم اليوم وبتاخدش غير في وقت قليل، فالسهل ان انت تمسك نفسك وتخس. لكن اللي الناس فعلا بتواجه فيه مشكله في رمضان، الناس اللي بتبقى عاوزه تزيد، يقول لك عامل وقت قليل، هاكل قد ايه، هاكل كام وجبه، مش هلحق اكل كل وجباتي. مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير. انت لو عرفت هتاكل ايه بالظبط وتاكل حاجات ما تخليكش تتلكم وتعرف تاكل منها سعرات كتير، هتعرف تنظم اكلك في رمضان وتزيد عضل عادي جدا زي اي يوم عادي. انت مثلا ما تجيش على الفطار تاكل وجبات فيها دهون عاليه قوي تخليك ملكوم طول الوقت، ما تعرفش تاكل تاني بعدها. انا راجل هتمرن بعد الفطار، اول حاجه هاخد لي مثلا 10 تمرات. 10 تمرات انت كده عديت ال 400 كالوري مرتاح. بعد كده خد لي معاهم موزايه، ادي كده دخلنا كمان في 100 كالوري. بعد كده طبق رز حلو 200 300 جرام، بعد الطهي دخلت لك في حوالي 250 300 كالوري. جبت لك كده على الفطار قرب ال 1000 كالوري او معدي ال 1000 كالوري كمان. وفي نفس الوقت دي كلها حاجات هضمها هيبقى سريع، ساعه بالظبط وهتلاقي نفسك هضمتها وتروح تتمرن تمرينتك عادي جدا. لما تيجي تاكل معاها بروتين، ما تحطش بروتين كتير قبل التمرين عشان الهضم ما يبطأش معاك ويتعبك في التمرين. خد بس 100 جرام او 150 جرام صدور فراخ، هي عشان تعرف تتمرن. بعد التمرين هيبدا هنا بقى ايه العلف اللي بجد. هتعمل لك اول حاجه شيك. مش لازم يبقى عندك بروتين باودر في البيت، ممكن تعمله باي حاجه. ممكن تجيب علبتين زبادي، تحط عليهم 200 جرام لبن، وتحط عليهم 100 جرام عسل وموزتين وخمس بلحات وشويه مكسرات خفيفه، مثلا 100 جرام مكسرات مثلا من عين الجمل او لوز او حتى سوداني. لو مفيش اي حاجه من دي عايز تجيب توفر، حط 100 جرام سوداني واضرب الشيك ده في الخلاط واشربه. هتدخل لك في حوالي كمان 1000 كالوري، وفي نفس الوقت هيبقى عباره عن عصير. بالنسبه للعشاء ممكن تخش على التيك توك او الانستجرام تتفرج على وصفه البيتزا اللي كنت منزلها، تقريبا داخله في 900 كالوري و82 جرام بروتين. والفكره ان انت بعد ما تخلصها مش هتحس اصلا ان انت اكلت حاجه. وكمان انا عاملها من الجبنه القريش، هتبقى حلوه قوي في السحور في رمضان، بحيث ان جسمك يفضل فيه بروتين لاطول وقت وانت صايم. طب يا شباب، اللي هقوله دلوقتي ده رأيي الشخصي وبناء على خبرتي وبناء على الاستراكشر بتاعي، يعني الهيكل العظمي بتاعي. فممكن يمشي معاك ممكن ما يمشيش معاك. كل الناس وانا من ضمنكم بحب العب اللاترال ريز كده من قدام، ترفع الكابل في مستوى رجلك، لا من قدام، وجميل وبحس فيه فعلا وبتمرنه كده على طول. بس انا في تكنيك بستخدمه الصراحه ساعات بحسه بيجيب معايا اكتر.
ان انا باجي العب الكابل من ورا. انا بحس لما العب بالزاويه دي بحس ان كتفي الجانبي بيشتغل اكتر من ان انا العبه من قدام. هل ده بسبب البناء العظمي بتاعي؟ هل ممكن تختلف من شخص تاني؟ معرفش، بس انا بحسها اكتر بكده. عامة انت مش هتخسر حاجة لو جربت، جرب وشوف. جاب معاك جاب، ما جابش خلاص انت العب بالطريقة اللي انت متعود عليها. كل الناس بقى اللي بيجي لها وجع في الكوع من التراي في وضع الاكستنشن، لما تلعب بالتراي وانت رافع كوعك فوق راسك وتجيب الوزن ورا ظهرك. التمرين ده لغى الموضوع ده تماما. انت بتخلي الكيبل وراك زي كده، يبقى البقرة ورا راسك تقريبا، ترفع كوعك قدامك وتفرد كتفك، تفرد كوعك. طب يا شباب، نصيحة أخيرة في رمضان: خليك ذكي في التمرين. بمعنى مش لازم تمرينك يبقى نفس مدة تمرينك في الأيام العادية. حاول تنجز في الوقت، لأن الوقت كده كده قليل وأنت مش واكل زي معظم الأيام العادية. حاول تقلل شدة تمرينك شوية. بمعنى تاني إن أنت لو بتتمرن 5 أيام حاول تخليها 4 أيام، لو أنت بتتمرن 6 أيام خليها 5 أيام، لو أنت بتتمرن 5 أيام خليها 4 أيام. في ناس كمان ممكن تتمرن 3 أيام في الأسبوع.
وصدقني لحد 3 ايام هتعرف تحافظ على عضلاتك، وممكن كمان تبني عضلات جديده. الفكره هنا ان الوقت ضيق في رمضان، فانت لو حطيت تارجت انت تيجي كل يوم ما عرفتش تعمله ممكن يجيلك احباط وما تكملش تمرين. لا، فانا احط اقل حاجه اعرف استمر عليها احسن من ان انا اقطع طول الشهر خالص، لان في ناس كتير تلتزم اول اسبوع في رمضان بعد كده تزهق من زحمه الجيم وان الوقت دايما ضيق ما عادتش تيجي. فانا احاول اظبط على اقل وقت اقدر استمر عليه عشان اعرف ارجع عليه طول الشهر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان انت عارفين الحاجات دي اللي بتدعم الواحد وتخليه يعرف يستمر. ولو محتاجين نتكلم في اي موضوع معين اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل فيديو عنه. يلا اشوفكم الفيديو الجاي.